رغم ان عربياتها هي الاكثر مبيعا على مستوى العالم، الا انه من الصعوبة الحقيقية ان انت تقدر تشتري عربية تويوتا في اي دولة من دول العالم. كنت فاكر المشكلة دي موجودة في مصر بس، واتضح انها عالمية. يعني ده طبيعي، ما فيهوش مشكلة. التويوتا عربية مرغوبة على مستوى العالم كله، وكل الناس عاوزاها سواء جديدة او مستعملة. لكن اللي مش طبيعي ان انت تقلب في موبايلك وبعدين تدخل على موقع معين، تقلب فيه في عربيات معينة، فتختار عربية معينة، تتفرج على صورها فتعجبك، فتيجي حاجزها وطالبها، وبعدين هم يشحنوها لك لحد باب بيتك كأنك بالظبط شاري موبايل. عاوز اقول لكم ان في ناس كتير ما يرضاش يجازف يشتري برفيوم غالي او موبايل غالي اونلاين علشان يخاف من الغش. تقوم حضرتك تشتري سيارة اونلاين وبتتشحن لحد باب البيت. طيب، في البدايه انا كنت مقرر اشتري سياره تويوتا كورولا جديده، ولكن اتفاجئت هنا ان الوكيل بينزله عبد اللطيف جميل في المملكه، بينزل 1500 سي سي 3 سلندر من الكورولا، وجربتها وللاسف ضعيفه مع الجير السي في تي، فسواقتها للاسف صعبه. مفيش طبعا النسخه اللي هي ال 1600 مش موجوده في المملكه، اللي هي بتاعت مصر مش موجوده هنا. النسخه ال 2000 كان سعرها مرتفع، ما كنتش مقتنع بيه، كنت شايف ان انا ممكن اشتري حاجه افضل، فوقع الاختيار على اليارس. ليه؟ لان اليارس 4 سلندر واختيار منطقي، وانا اصلا يعني اغلب الوقت بكون في السياره لوحدي بمشاوير صغيره، فمش محتاج حاجه اكبر. وزي ما قلت لكم الكورولا ما كانتش منطقيه بالنسبه لي، فقلت خلاص هشتري سياره يارس جديده. طيب، عبد اللطيف جميل هيوفرها بعد من شهرين الى اكثر. ليه؟ لان عليها طلب غير مسبوق في المملكه، فلازم تنتظر. طيب، المعارض عليها اوفر برايس، متخيلين؟ طيب، عليها اوفر برايس، اديها لي بقى بسهوله؟ لا، مماطله. انا قعدت شهر كامل مع احد المعارض مماطله في انه يديني السياره، وفي الاخر ما ادانيش حاجه. وطبعا كنت مزنوق جدا في الوقت، لان انا طبعا كنت سافرت المملكه بقالي شويه وجبت ولادي، فمحتاج سياره، لان انا مش هعرف اتحرك اطلاقا من غير سياره، فالوقت اتضغطت فيه جدا. وطبعا لو خدتوا بالكم كنت انا نزلت كم مره كده، كنت نزلت حراج، فشفت سيارات كتير. الحلو منها كانت سيارات انا مش عاوزها، فنزلتها حتى عندي على الصفحه، والحاجات اللي انا عاوزها التيوتات كانت للاسف كلها حالتها مش كويسه، فما قدرتش اجيب سياره مستعمله. فظهرت بقى فكره غريبه جدا، موقع اونلاين بيبيع عربيات وبيديها لك تجربها 10 ايام. والله عجبتك ماشي، ما جازتلكش او ما عجبتكش خلال 10 ايام بترجعها من غير سبب. يعني على سبيل المثال السياره ما فيهاش ولا عيب، كل اللي اتفقتوا عليه في عمليه الشراء مظبوط، بس والله نفسيا كده ما عجبتنيش، ينفع عادي ترجعها. الموقع ده موقع سيارة. ومن الناس طبعا اللي شجعتني ان انا اثق فيه، ان هنا القوانين في المملكه شديده جدا، صارمه، الناس كلها بتاخد حقها. موضوع النصب والكلام ده هنا صعب، لان ما شاء الله الامور يعني مسيطر عليها. ودي حاجه جميله من القائمين يعني على المملكه، ان هم فعلا عارف انت هتاخد حقك، ما فيش حاجه اسمها ان انت مش هتاخد حقك. فطبعا الموضوع ده فيه امان، والدفع بيتم عن طريق مواقع حكوميه امنه جدا جدا جدا، وتجربتي معاهم كانت رائعه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. ومن الناس طبعا اللي دعمتني في الثقه كان عبد الحق، منزل عبد الحق عارفينه طبعا كلكم، كان منزل فيديو عنهم. فمع الضغط اللي انا فيه ورغبتي في المجازفه، وان انا 10 ايام اجربها ما عجبتنيش هرجعها، قلت خلينا ناخد التجربه. وسياره تويوتا اخدها كمرحله، وبعد كده نبقى نبيعها ونجيب حاجه تانية هتمسك فلوسها وتتباع في ثانيه. قلت خلاص، هي اليارس الموجوده دي كانت عجبتني، تقرير الفحص بتاعها كويس، بيعمل لك هو كده تقرير فحص مفصل، بتشوف فيه كل حاجه عن العربيه. والغريبه ان هم بيبالغوا في الذم في العربيه. يعني ايه؟ يعني لو في حك في حته غير مؤثره مش عارف فين، يقول لك في حك، فانت تتخيل بقى ان دي مصيبه. لما تستلم العربيه تتفاجئ انها احلى بكتير من اللي هم ايه وصفوه. يعني في حته قال لك فيها تسجيل دهان عندي في سيارتي، قلت الباب بايظ وعامل حسابي ان انا هستلم العربيه ارشها، والله بدور عليها، قعدت يمكن يوم يومين ادور على الحته دي، لقيت نقطه دهان مسيله في حته. يا ولد لازم تتهرجوا. فهو اصلا بيحاول ان هو يديك السياره مظبوطه تماما زي ما اتفق معاك، بحيث ان انت ما ترجعهاش. فكانت حقيقي يعني تجربه فعلا كويسه. وعلشان نفهم فكره الموقع بتاعهم، على سبيل المثال دي عربيه ام جي 5، بتقدر انت تشوف الصور زي ما انا بوريك كده، وبعدين طبعا بتشوف السعر، وتقدر تاخدها كمان بالتقسيط لو انت عاوز. وطبعا ده تنزل بعد كده على تقرير الفحص. طيب، زي ما انت شايف الماكينه كلها اخضر ما فيهاش حاجه، الجير بوكس فيه اصفر اهو، لو دوسنا كده عليه نشوف ايه العطل اللي فيه او ايه المشكله اللي فيه. طبعا دي النقاط اللي هم بيشيكوا عليها.
واجهه ترمبه الزيت، الصوفه الاماميه، الصوفه الخلفيه، مش عارف كرسي الجير، كارتير الجير. ندخل نشوف. شايف انت الحكه الصغيره دي؟ هو دي اللي هو بيتكلم عليها. خلاص، زي ما قلت لك هو بيحاول يامن نفسه. في صوره كمان ربما جايب لك الصوره من ايه. هي نفس الصوره. هي نفس الصوره. تخيلت ان هو جايبها من كذا اتجاه يعني. المهم مش عارف دراع الشاص، المساعدات الاماميه، المساعدات الخلفيه، كمر اللي هو اللي بنقول عليها القنطره، فيها حكه برضو بيصورها لك بحيث ان انت ايه تبقى شاهد على كل حاجه. زي ما قلت لك هو عنده امل ان انت ما ترجعش السياره. هنا في اثر حرق، لو كبرت هو شايفه السجاير تقريبا او حاجه زي كده. فبيديك كل حاجه بالمبالغه كمان. عصا الجير، الكام خدش اللي فيها دول تآكل. هو يعني بيسلمك السياره ما فيش نقطه حرفيا يعني ما بيعرضهاش. طبعا انا بتكلم من خلال تجربتي اللي معاهم يعني. كان هنا مثلا في خدش مكان ما الراكب بيركب في العتب بيوريهولك. خدت بالك في صوره كمان في خبطه بسيطه في العتب بيوريها لك برضو. المهم يعني زي ما قلت لك هو بيأمن نفسه من كل الاتجاهات، وما اعتقدش ان حد بيرجع السيارات في خبطه مثلا هنا. المهم يعني كل التفاصيل بيديها لك بنسبه 100% وصادقين تماما صراحه فيها طبقا لتجربتي. كمان ان العربيه عليها ضمان لمده سنه. الضمان ده بيشمل الجير بوكس اللي هو الفتيس والموتور والمكيف. لو اي حاجه عطلت خلال سنه بيقدر ان هو يعني يصلحها لك بدون اي مشكله. طيب خليني اقول لك بقى الموضوع بيتم ازاي. هدخل انا على حسابي اهو، تتبع طلباتي، لان طبعا انا كنت عامل طلب من خلالهم وشاري من خلالهم. خدت بالك طبعا انا استلمت السياره. اهلا، سيارتك تويوتا يارس 2019، رقم الطلب مش عارف ايه، مراحل تقديم طلبك. خلاص انا كده كده استلمت. يعطيك خيرها ويكفيك شرها. طبعا انا خلاص استلمت، فخلينا نشيل ده. تتبع طلباتي تاني. من الواضح ان انا المفروض ما كنتش دوست هنا اصلا. عرض التفاصيل. بتدفع عربون اللي هو 500 ريال. بتديهم بعد كده الوثائق الشخصيه اللي الهويه ورخصه القياده علشان تقدر هم يعني يسجلوها لك. معلش انا كل شويه اطلع بشكل غلط. بعد كده تحصيل باقي المبلغ بتدفع طبعا. يفضل من خلال البنك بيظهر اسمهم علشان برضه تبقى يعني انت برضه بتأمن نفسك. بيعملوا التأمين على السيارة. تسجيل السيارة بينقلها لك باسمك على أبشر. بعد كده تجهيز السيارة اللي هو ايه لو فيها أي حاجة عمرها أقل من 50% زي دي الفرامل مثلا خلصان أكتر من نصه بيغيروه. الكاوتش لو في أي مشكلة بيغيروه. حاجات زي كده. هو بيستلم لك السيارة فعلا تصلح للاستخدام فترة طويلة حتى بدون ما تصينها. شحن السيارة، استلام السيارة. استلام السيارة أنا فعلا استلمتها في التاريخ ده زي ما هم قايلين. المهم يعني بشكل عام دي الطريقة أو يعني الخطوات اللي بتتم عشان تاخد السيارة. في سلبيات طبعا في سلبيات هنبقى نتكلم عنها إن شاء الله في فيديو منفصل. في الفيديو ده عبد الحق كان بيتكلم عنهم وبيتكلم على الشركة نفسها، وطبعا هو شخص موثوق بالنسبة لي. فطبعا كان يعني ده برضو من حاجات من اللي ساعدتني ان انا احسم امري واخد القرار. ده الفيديو بتاعه اسمه تجربتي بشراء سيارة على النت او اونلاين، برضو بشوفوه. طيب انت متفق معاهم وبتعمل لهم اعلان؟ والله ده اطلاقا ما حصلش. ربنا شاهد على ان ما فيش اي علاقة بيني وبينهم من اي نوع. انا بحكي بس تجربتي لا اكثر ولا اقل، عشان اللي عاوز يستفيد منها يستفيد منها، لان انا كنت شايفها تجربة كويسة. طيب فيديو العيوب ليه هتأجله شوية؟ علشان السيارة المفروض انها مكفولة في الضمان لمدة سنة. ربنا يبعد عنها يا رب الأعطال والمشاكل، ولكن خلينا نشوف موضوع الضمان ده حقيقي أو لا. فيما يخص سعرها أكتر من سعر السوق. طبعا أكتر من سعر السوق شوية، لكن أنا من وجهة نظري إن هي كانت يعني حالة السيارة فوق الممتازة، يعني حرفيا فوق الممتازة، لأن هم بينقوا السيارات اللي بيشتروها بشكل يعني دقيق للغاية. فبالتالي لو انت قارنت السيارة بسعر السوق هي اغلى حاجة بسيطة، لكن لو بصيت للحالة الممتازة اللي انت واخدها هتلاقي لا، هي مش اغلى كتير. في النهاية اتمنى من الله الفيديو يكون ممتع ومفيد، واتمنى من الله ان انا اكون افدتكم، واشوفكم ان شاء الله